السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. في مسلسل شغال اليومين دول اسمه جولة أخيرة بتاع أحمد السقا وأشرف عبد الباقي ومجموعة تانية. المسلسل ده قصته حلوة جدا، بس القصة بتاعت أحمد السقا جميلة، فكرة المسلسل جميلة. رجوع عايز يرجع تاني للمصارعة بعد ما عدى، للملاكمة بعد ما عدى 40 سنة. عنده ألزهايمر. قصة كويسة، بس في المسلسل بقى في قصتين تانيين كده. مش عارف احنا ليه بنزرع برضو مصممين نحط الحاجات دي في النص. هنرجع نقول بيجيبوا الواقع. بص، هو في كل حتة يعني، في كل حتة، اذا كان في الوطن العربي او بره او في اوروبا، اي حاجة لازم يحطوا الحاجات دي، والحجة ان هي ايه؟ احنا بنعكس الواقع. طب الواقع اللي حضرتك بتعكسه ده بيزود الواقع اكتر. طيب هو القصتين دول عبارة عن ايه؟ واحدة المفروض دي ان هي جوزها كان بيلاعب احمد السقا ماتش في اول مسلسل، وبعد الماتش الراجل ده مات، فلقت نفسها، هي كانت حامل، لقت نفسها خلاص معاش حد. الدنيا جت عليها، راحت ماشيه في سكه مش كويسه. والمفروض في خلال المسلسل هو بيوصلك ان هي تصعب عليك، يعني فاهمين الفكره ماشيه ازاي. وبتطلع تفتح برنامج، معرفش بقى ايه نوع البرنامج ده. بتكلم طبعا شباب وبعتولي فلوس وكبسولي والايه، والموضوع المعروف او اللي انتشر فترة أخيرة دي. وزي ما قلت لك قبل كده، هو عايزين يوصلك، او هو بيوصلك اوريدي في المسلسل، ان انت تصعب عليك. فاهمين الفكرة؟ فهي صعبت عليك فتتقبلها، فالمجتمع يتقبلها، فالبنات تقلدها. تمام. القصة التانية، المفروض الولد ده اللي هو جاب احمد السقا تاني يلعبه ويرجعه للمصارعه تاني. ده قصته برضو مش عارف، برضو ملهاش لازمه. ان هي امه جابته من حرام، ما تعرفش مين ابوه، وكان زمان يعني، ومعاها 2 بنات تاني. كانوا برضو ماشيين في نفس السكه اللي مش كويسه دي. ولما بقت حامل، لقت نفسها حامل، راحت سايبه البلد وجت القاهره. عاشت هي واصحابها البنتين التانيين، والولد كبر في وسطيهم، وكبر عارف ان هو ابن حرام، وعارف ان هو ابوه ما يعرفش مين ابوه، والقصه دي كلها. المسلسل كويس، الفكره المسلسل كويسه. ليه بقى؟ يعني ليه بنحط الحاجات دي؟ ليه بتقول لي انا بقول لك الواقع؟ يا عم طب ما هو موجود في الواقع، يعني هو حلم مثلا وانت بتحققه لي؟ ما هو موجود في الواقع. ليه بنعيده تاني في الواقع؟ يعني ليه بنعمل اعاده تاني؟ ليه بنخلي اللي ما شافش يشوف؟ ليه بنخلي اللي ما شافش تصعب عليه، فيقول لك تمام هي صعبت عليه فنعمل كده؟ يعني اي واحد او واحد يعني، لا الدنيا مخبطه معاه، يمشي في سكه مش كويسه، ايا كان نوع السكه ايه بقى، يمشي في سكه مش كويسه عشان يجيب فلوس منها. ما الدنيا مخربانه معايا، طب اعمل ايه؟ فنعيط، فيصعب عليك، فنكرر القصه تاني. حضرتك الواقع اللي انت بتنقله ده واقع اصلا حصل، فمش حلم وحضرتك بتحققهولي. مش عارف احنا بنعمل كده ليه، او رايحين فين تاني، بس يعني لنا الله بصراحه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.